اوكي، مع او ضد الصداقة بين البنت والشاب؟ انا ضد. انا مع. يا ليش؟ شو المشكلة؟ شو مشكلة؟ انت يعني بكرة ان شاء الله تزوجتي او خطبتي، عادي يكون شريك حياتك عنده بنت رفيقته؟ اوكي. الاجوبة بالبداية كانت ستريت فورورد، يعني خلص مباشرة، كانت اجوبة مباشرة. بس هلا صار في تساؤل انه اوكي، ولا مرة فكرت بالموضوع من هيدي الناحية. هات لي شو يقول لك يلا باي ماي لاف، انا رايح اشوف رفيقتي، رايحين ناخذ كوفي. اذا بتكون اخته خذ كوفي. لك اسمعي بلوتو، لا تاخذ كوفي هون عندي. والله I don't know، حسب. لا حبيبتي، نحن ببيت عمارة ما في شيء اسمه صداقة إذا بين البنت إذا والشاب. أخته عادي. كمان واو شو حكت هديك؟ اذا اخته وات؟ ثواني راجع له بس خلينا نحكي عن هيدي بيت عمارة. شو من شان بيتر؟ بيتر اللي له معاهم سنوات اجت مع سؤال كتير صغير هيك جعلكته مثل الورقة وعملت له وي. يا حرام يا بيتر، تعال نضم لفريق القراصنة، اعمل سبسكرايب ونضم لفريق القراصنة وانا رح اكون صديقك. خلينا نسمع هيدي الثانية اللي حكت اذا بتكون اخته. صداقة إذا بين أخته البنت إذا والشاب أخته عادي، إذا أخته his best friend عادي، بس إذا شو نوعية الدود اللي عم تاكل بدماغك؟ أنا آسف بس إنه يا أما هيك يا أما في شيء عم يتم تعاطيه. I don't know. شو هيدي؟ إذا أخته his best friend فعادي. بأي واقع أنت عايشة؟ لكون عايشة بالواقع تبع ريك أند مورتي اللي موجود فيه إنه البنات هنن أعداء للرجال، البنات الأخوات يعني هنن أعداء إخوانهم، فهي عم تحكي أوكي بهذا العالم اللي موجود فيه البنات أعداء إخوانهم، إذا كانت صديقته البيست فريند تبعه فعادي. اخته هي اخته biologically شو عادي، بس اذا مو اخته biologically then no. عم اقول لك يا عزيزتي يا بنت الصيف. يا حرام. احلى شيء اول ما سأل السؤال ايه بعدين بلشت تتردد، بلشت تتراجع، بعدين بلشت تتغير وتحكي اخته وما اخته، بعدين هلا انه اذا مش اخته اللي هي اخته اللي من الاب ونفس الاب والام هيك معنى بيولوجيكلي، فلا مش عادي، لازم تكون اخته من نفس الاب والام لحتى احكي انه عادي يكونوا اصدقاء. خلص وقعتي في الفخ، جاوبتي على السؤال انت بشكل سريع ما عاد فيك تطلعي منه. رفيقته يعني وحده متعرف رفيقته بتكون اخته. يعني لا هنا سأقف وأعلق وأصفق، ما بعرف هيدي كيف بيحكوها، مش لإلها، أنا مش ما صفق لها لإلها، عم صفق للدود اللي عم يأكل بالدماغ. لقد أديتم عملا جيدا بتخريب هذا الدماغ. اوكي حاسس حالي كتير قسيت عليها للبنت، بس انه طب شو عم تعملي؟ شو هدول الحكيات؟ انا مش فاهم. المهم هدول المشاهير كتير 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 بفوت دماغهم بالحيط، ما بيعرفوا. هذا السؤال بتحسوا هيك كابوس للمشاهير. انا رأيي بالموضوع ابو الشاد كابتنكم العزيز ايها الطاقم، ابو الشاد كتير خارق الذكاء. اسمعوا جوابي. شوفوا، اول شيء بدنا نحدد معنى الصداقة. بعرف انه هيك فكرة سخيفة، ولكن لازم نحدد شو يعني صداقة لنعرف اذا كانت مسموحة الصداقة بين البنت والشاب، لانه باختلاف المجتمعات بيختلف معنى الصداقة. مثلا هون الصداقة ممكن يوصل الموضوع ويضل انه صداقة الامور تمام، وممكن بمجتمعات اخرى الصداقة هي عبارة عن زمالة، يعني فيك تقيس عليها مقاس الزمالة اكثر. فاول شيء لازم نتفق شو معنى الصداقة، ولأي درجة موجود الحدود بين الصداقة والأكثر من صداقة، شو هو هذا الخط اللي بيفصل بيناتهم. هلأ بين السناقل أنا بشوف أنه لا يوجد مشكلة أنه يكون في صداقات بين الأجناس المختلفة، بس البنات لازم تنتبهوا كتير منيح، لأنه معظم البنات تفكيرهم بالصداقة بيكون فعلا صداقة واللي هو مثل زمالة، واللي هو بيكون ما فيها شيء، بتكون كتير أفلاطونية وكتير ما فيها شغلات مثيرة للشبهات. عرفت شلون؟ اوكي هذا الواتساب عندي، انا اسف خلص اسكت. بينما اغلب الشباب الصداقات من جهتهم بيكون لها مآرب اخرى، فيا فتيات بدكم تنتبهوا، انتوا اللي لازم توضعوا الحدود، لانه الشباب ما عندهم حدود بالخالص. هلا لما اللي بيكون في
الزواج بحس انه صعب. لما بيكون حدا عنده شريك وهذا الشريك في عنده صديق من الجنس الاخر، بحس الموضوع كتير صعب. بالمختصر انا رأيي بالموضوع بحس انه الموضوع معقد، ولازم نقيم كل حالة بشكل منفرد من المجتمع اللي اجت منه، لأي درجة هيدي الصداقة موجودة، اذا متزوجين ولا لا، وكتير شغلات اخرى. فين الواحد يريح راسه ويحكي نو ممنوع الصداقة بشكل كامل بين الشاب والبنت، وبيكون ريح راسه من كل هيدي التبعات اللي ممكن يصير من وراها مشاكل.